تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض الصينية القمر دي واوريكي بقى التسوية 100%. هتطلع معاكي مستوية وطرية ودايبة. يلا بينا اوريكم انا عملتها ازاي. انا هنا جبت فراخ كده وغسلتها حلو قوي، هعمل لها محلول النقع اللي هو عبارة عن ايه، ميه كده وعليها ليمونتين، ورميت الليمونتين في الميه زي ما انت شايفه كده. هحط معلقتين صغيرين من الملح ومعلقتين صغيرين من السكر، دي ميه من الحنفيه عادي. هدوب الملح والسكر حلو قوي كده، وهنزل بقى الفراخ ايه غسلتها. اوعى نعمل محلول النقع من غير ما نكون غاسلين الفراخ. انا جبت هنا ايه كيلو من الدبابيس كده، وجبت صدر كبير وقطعته ايه 3 قطع. يعني هنقول مثلا فرخة، بس لازم الحجم الفراخ يبقى صغير. خلاص زي ما انتوا شايفين كده عشان تستوي معانا. هنسيبها بقى في محلول النقع ونعمل مع بعض التتبيلة. اسهل واحلى تتبيلة هتشوفوها في حياتكم، بجد طعمها حلو قوي. هحط مكعبين كده من المرق، وكل اللي جاي بقى معالق كبيرة دي بابريكا مدخنة، وهحط معلقة من الملح ومعلقة من الفلفل الاسود ومعلقة من الشطة. عايزاها سبايسي قوي يبقى حطي ايه 2 معلقة من الشطة، ما تقلقيش. خلاص. وهجيب بقى بهارات. انا مش بستعمل اي بهارات غير بهارات البطاطس، حلوة جدا 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 في الفرايد تشيكن، بجد جربوها هتدعولي. اي بهارات تانية بقى بحس بمرارة، الا البهارات دي بجد تحفة، جربوها اختروها. هنقلب بقى كل التوابل اللي قلنا عليها. نقول مع بعض تاني: 2 مكعب من المرق، ملح وفلفل وبابريكا وشطة وبهارات الايه البطاطس اللي قلنا عليها. هننزل بقى بمية مغلية. هنا المية لازم تبقى مغلية معانا علشان اما نحط فيها الفراخ يعني تستوي معانا بقى وتبقى طعمها حلو زي ما انتوا هتشوفوها كده. هنقلب بقى كده كل البهارات اللي قلنا عليها ونتأكد انها دابت تماما. هنكون طبعا مصفين الفراخ بعد محلول النقع، ضروري الفراخ تتصفى زي ما انتوا شايفين كده، ما يبقاش فيها ميه. هنفتح بقى الحتت اللي يعني ايه القطع اللي نحس انها كبيرة كده، هنفتحها بالسكينة عشان التتبيلة تخش جواها كده وتاخدوا احلى فرايد تشيكن ممكن تدوقوه في حياتكم. هنفتح بقى كل الفراخ بالطريقة دي كده، وضروري الفراخ تبقى حجمها صغير عشان تستوي معانا. يعني ما تجيبيش فراخ كبيرة او وراك كبيرة عشان هتضايقك في التسوية. ضروري كده تبقى الحجم اللي انتوا شايفينه ده انسب حجم. خلاص. هنعمل بقى كل الفراخ بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وهنسيب بقى هنا الفراخ في المية لغاية اما المية تبرد تماما. عندك وقت بقى بعد ما تبرد دخليها التلاجة، ما عندكيش وقت هنعملها زي ما انت هتشوفي دلوقتي. هجيب بقى ده فيجيتار كده عادي على سبايسي، هنزل عليه بكوباية من الدقيق و3 معالق هرميين من النشا زي ما انت شايفة كده. يبقى فيجيتار عليه كوباية دقيق، عليه 3 معالق كبار هرمين من النشا. وده كيس كده من خلطة البانيه. حلو جدا، هيدي بقى البروستد طعم زي بتاع بره بالظبط. هنقلب بقى كل الكلام ده. انا ولا بحط بقى توابل ولا البهارات ولا اي حاجة، هو الخلطة دي بتطلع تحفة. وانا عايزة الفراخ كده بميتها ما تصفيهاش عشان ايه يثبت عليها التتبيله. هاتي بقى بولة كده زيي، بس لازم تكون بغطا. عندك لانش بوكس، عندك كيس، اي حاجة تكون بغطا ومحكمة كده. نرج كذا رجة كده، حوالي 4 5 رجات كده جامد. هتطلع معاكي بقى كده التعريجات اللي احنا بنجيبها من بره، وهيتطلع معاكي فرايد تشيكن خطير. انا هنا بحمر في ايه في حلة، النار متوسطة والزيت مش سخن زي ما انتوا شايفين كده. يعني الزيت يبقى ايه دافي كده، وننزل بقى والنار تبقى متوسطة عشان تسوي معانا الفرخ. خلاص. هنحط بقى الكمية المناسبة. يعني الحلة دي مثلا بتاخد 4 قطع او 3. يعني ما تنزليش بفراخ كتير علشان ايه تاخد راحتها كده في السوا وتطلع معاكي مقرمشة زي ما انت شايف. هنا قلبتها بعد 7 دقايق. كل ناحية من الفراخ هسيبها 7 دقايق عشان احنا بنسويها هي نية. فهنسيبها 7 دقايق كده بقى ونشيلها، تاخدي احلى فرايد تشيكن ممكن تدوقيه في حياتك، وبجد مستوي 100% وطعمه تحفة. هنكرر بقى نفس العملية كده. بصوا، اهم حاجة النار تبقى متوسطة عشان الفراخ تستوي معاكي. وهنسيبها 7 دقايق على كل ناحية لغاية اما ايه لونها كده تحسي انها استوى. هنعمل نفس التكنيك بقى. هنطلع من التتبيلة، نحط في العلبة كده ونرجها،
ونرجع ننزل في الزيت. خلاص بصوا بقى طالعه مقرمشه وطعمها تحفه، وما تختلفش خالص خالص على اللي بنجيبها من بره، يمكن احلى بقى وانت اللي ضامنه الفراخ. وبصوا بقى التتبيله داخله لجوه ازاي، بجد طريقه تحفه وطعمها رهيب. بصوا مستويه 100% ازاي. ده الصدر، انا فتحت لكم الصدر وهفتح لكم الورك، استني بس اما اقطمه اهو. بصوا مستوي 100%، ولا دم ولا اي حاجه. وبس كده حبايبي، خلصنا فيديو النهارده.